طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الرأيا، والمستهل بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر يعقد سمينارا لسكان مصوى. حملة جراحة العيون في جنوب البحر الأحمر. برنامج لتطوير مدينة عسل. النيجر تشن عمليات برية وجوية ضد بوكو حرام. مباحثة بين أردوغان وصالح حول أزمة المياه والإعمار. ومجلس النواب الأمريكي سينهي إغلاق الحكومة الأمريكية. مرحبا بكم. أشار حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلي لبسو في السمينار الذي عقده في الثالث من يناير الجاري لممثلي سكان مصوع، أشار إلى أن تعزيز القيم الوطنية والثورية من المهام التي تتطلبها المرحلة الآلية. وقال إن نضالنا التحرري خير دليل بأن الشعب المنظم بشكل جيد لا قوة تعيق نجاحه، موضحا بأن الشعب يجب عليه كعهده تعزيز تعطيله وترابطه بالتركيز على الوعي والعمل الجاد لتنشئة الشباب وضمان أمن محيطه. وذكر العميد تخلي لبسو بأن الدفاع عن النفس أحد أهم السياسات الاستراتيجية للحكومة الإريترية، وبما أن أنشطة النفير الجارية عبر المناطق والبرامج التنموية جزء لا يتجزأ من الاستثمار الوطني والتصدي، أوضح أنه ينبغي الدفع بها قدما في هذا العهد الجديد المطل علينا، موضحا بأن الفرص المستقبلية في المدينة تمنح سكان المدينة الأولوية. وأشار حاكم الإقليم العميد تخلي لبسو إلى أن الحكومة تقوم إلى جانب ضمان السيادة والوحدة الوطنية بتنفيذ برامج كبيرة لتحسين حياة المواطنين المعيشية، داعيا إلى الاستفادة الجيدة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية المنشأة بمصروفات كبيرة ومنحها أهمية كبيرة، وخاصة الحقل التعليمي. بدورهم قدم المجتمعون بعد أن أكدوا جاهزيتهم لإنجاح الأنشطة الموضوعة على مستوى البلاد والإقليم، قدموا آراء وتوصيات هامة من ضمنها استمرارية السيمينارات المنظمة حول الأوضاع الراهنة والنظر إلى نظافة مدينة مصوع بجدية، والعمل الدؤوب لتعزيز مشاركة المرأة السياسية وغيرها من الآراء والمقترحات. قام مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بحملة في كافة الإقليم لإجراء عمليات جراحة زرقة العين. وأوضح طبيب العيون الشاب جبر خيل ميكائيل عن إجراء فحوصات مسبقة على أكثر من 300 شخص لديهم مشكلة في النظر، حيث أجريت العمليات الجراحية الناجحة ل 170 منهم. وأشار إلى أن البرنامج هدف لاستفادة سكان الريف النائي من العمليات الجراحية التي جرت في مستشفى طيعو على مستوى مديرية أرعتا، وفي مستشفى عدي على مستوى مديرية وسط دنكاليا، وفي عصب لمديرية جنوب دنكاليا. وقال الشاب جبر ميكائيل إن زرقة العين تأتي نتيجة التقدم في العمر، لكنها أيضا تحدث نتيجة لانعكاس أشعة الشمس في البحر، موضحا عن تقديم الأدوية للمصابين بالتهابات العين والمصاعب الصحية الأخرى للعين. وفي الختام ذكر بأن الحملة التي يقومون بها باستمرار تسهم في إنجاح البرنامج الوطني لمكافحة العمى، موضحا استمرارها مستقبلا. صرح مدير مديرية عصب السيد تسفاي زرقاء في اللقاء الذي أجراه مع ممثلي سكان المدينة وأعضاء المجلس ومجلس المدينة، صرح عن العمل لتوسيع الخدمات وتطوير المدينة في العام الجديد. وأوضح السيد تسفاي في حديثه أهم البرامج الموضوعة للتنفيذ التي تتمثل في إنشاء وصيانة أعمدة الكهرباء في الطرق، وكذا صيانة الطرق المستفلتة وتوزيع مكبات تجميع النفايات، وصيانة أنابيب المياه، وتقوية وحدة إطفاء الحرائق من حيث الموارد البشرية والمعدات، وتعزيز مصادر الدخل للمدينة. كما أشار إلى تنفيذ أنشطة في العام الماضي تمثلت في تنمية المياه ومتابعة التجارة والقانون والانضباط، نفذت منها 83%، ولا سيما فعالية أنشطة النفير التي شهدتها المدينة. وأكد المشاركون جاهزيتهم للعمل بتفاني لإنجاح البرامج الموضوعة، مقدمين آراء وتوصيات بناءة من ضمنها توزيع فاتورة الكهرباء والمياه في أوانها، والاستمرار في أنشطة مساهمة الوعي الأهلي لمكافحة الجرائم.
وفي جنوب البحر الأحمر أيضا أكد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر المشاركة الفاعلة للشباب في التنمية العام الماضي. وقدمت في الاجتماع التقييمي تقارير عن الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية ونتائجها والقيام بإعادة الهيكلة في جميع الأقسام من أجل عمل فاعل وتأطير الشباب في أندية حسب هواياتهم. وقال رئيس الفرع الشاب عثمان عبد القادر إن دور جميع الشباب مهم لإزالة القصور في العمل والدفع بالمميزات. كما أوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر سعادة السفير محمد سعيد منتاي أن المرحلة الجديدة تتطلب المشاركة القوية للشباب والمجتمع، مؤكدا على تعاون إدارة الإقليم لتقوية الشباب. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. عالميا أعلنت النيجر أن قواتها المسلحة شنت عمليات برية وجوية ضد جماعة بوكو حرام المتطرفة في حوض بحيرة تشاد في جنوب شرق البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي. وقالت الوزارة في بيان أذاعه التلفزيون إن الإجراءات المشتركة للقوات البرية والجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي، بينما قضت القوات على الأرض على 87 آخرين. وأضاف أن عمليات التمشيط الواسعة النطاق تركزت على طول نهر كومادوغو الذي يشكل خط الحدود الطبيعية بين النيجر ونيجيريا وعلى جزيرة بحيرة تشاد. وتأتي هذه العمليات بعد أقل من شهر على تعبير وزير الدفاع النيجيري كالا موتاري عن تخوفه من شن جماعة بوكو حرام هجمات ضد قوات بلاده. وصل رئيس الجمهورية العراقي برهام صالح على رأس وفد وزاري رفيع المستوى وصل إلى أنقرة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين. وعقب الاستقبال اجتمع صالح مع أردوغان وبحثا السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك وفق بيان رئاسي عراقي. وناقش الجانبان خلال اللقاء الملفات والقضايا العالقة بين البلدين وضرورة إيجاد الحلول الجذرية لها، كما جرى استعراض لوجهات النظر بشأن التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة وأهمية تخفيف التوتر فيها وترسيخ أسس السلام والاستقرار. وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا أكدا خلاله صالح أن العراق وتركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة لإنهاء موضوع المياه، فيما شدد على أهمية الدور التركي في عملية إعادة بناء العراق. أقر مجلس النواب الأمريكي الذي بات الديمقراطيون يسيطرون عليه تشريعات لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ قبل نحو أسبوعين في عدة وكالات اتحادية وتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 8 فبراير. وبموجب مشاريع القوانين سيتم تمويل وزارات الخارجية والتجارة والزراعة والعمل والخزانة وغيرها من الوكالات حتى نهاية السنة المالية الحالية. وقبل ساعات من التصويت قال البيت الأبيض إن مستشارين للرئيس دونالد ترامب سيوصونه باستخدام حق النقد لمنع إقرار القوانين إذا صادق الكونغرس عليها من دون تقديم أي أموال إضافية لمقترح ترامب ببناء جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. قالت الشرطة النرويجية أن 4 سياح من السويد وفنلندا ما زالوا مفقودين بعد يوم من انهيار ثلجي في المنطقة القطبية بالنرويج يخشى أن يكون جرفهم. حدث الانهيار الثلجي في منطقة ترومس في شمال النرويج في بقعة تجذب المتزلجين. وقالت الشرطة إن 3 فنلنديين وسويدي كانوا يتزلجون في المنطقة ووردها بلاغ بأنهم اختفوا. ومنعت الظروف الجوية فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عنهم، لكن لم تعلنوا السلطات توقف عمليات البحث. وأدرك اللاعب الإسباني البالغ عمره 34 عاما التعادل في الدقيقة 82 ليمنح فريقه نقطة واحدة في أول مباراة للمدرب الجديد لويس غارسيا. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.